يلا يا بنات نعمل أكلة حلوة قوي النهاردة متناسقة مع بعضها ولذيذة. الكوسة بالبشاميل والبانيه المقلي والرز بالشعرية. هي تبان إنها أكلة صعبة وخطواتها كتير، بس الحقيقة هي سهلة. امشي معايا واحدة واحدة وانت في الآخر هتلاقي نفسك عاملة أكلة حلوة قوي. جبنا البانيه وقطعناه زي ما انتم شايفين بعد ما غسلناه، والكوسة غسلناها وقطعناها زي ما انتم شايفين كده. عايزه تقطعيها حلقات ورب اي اللي انت عايزاه. وكمان هنحشي الكوسه بالبشاميل النهارده، هنحشيها بالفراخ، فبنجيب الفراخ ونغسلها كويس ونقطعها مكعبات زي ما انت شايفه كده. وطبعا فرمنا بصلتين واربع فصوص بصل، 4 فصوص توم. تمام. جبنا الحله بتاعتنا وحطينا فيها حته سمنه، عايز تحطي زيت على سمنه، عايزه تحطي سمنه او تحطي زيت براحتك، الماده الدهنيه اللي موجوده عندك. بس طبعا السمنه والزبده بتبقى حلوه في الاكله دي قوي. حطينا الكوسه بتاعتنا وهنحط عليها ملح وفلفل، لو انت عايزه تحطي شويه جوز الطيب بتبقى حلوه جدا برضو. بدأنا بقى على نار نص ونص نشوح، ما تعليش النار عشان ما تتلسعش منك، هنشوحها كويس قوي لحد ما تبدأ تاخد معانا 3/4 تسوية. يعني هي تبقى طالعة من الحلة كده تتاكل عادي، بس ما تهرتش وفي نفس الوقت محتفظة بلونها الجميل الأخضر ده. هنركن الكوسة على جنب، وفي نفس الحلة هنجيب حتة سمنة تانية عشان نسوي الفراخ. زي ما هتشوفوا دلوقتي بالظبط كده، حتة سمنة، نحط الفراخ تتشوح. هنحط معاها ملح وفلفل. كل مرحلة تحط فيها ملح وفلفل، خلي بالك ما تكتريش، يعني ما تخليش كل الحاجات مظبوطة 100% ملح وفلفل، عشان في الآخر هتلخبطيهم على بعض، ما يبقوش فيهم فيهم ملح كتير. بدأنا بقى نشوح الفراخ. هنحط بقى كده وشربت ميتها طبعا، باقي السمنه بس اللي فيها. هنحط البصل والثوم اللي احنا كنا فرمينه. هي الاكله دي حلوه قوي وجميله وخفيفه وسهله، خفيفه في الطعم كمان. وهنحط شويه بهارات، وفي نفس الوقت هنحط كمان معلقه صغيره توم باودر. ونغيب بقى نزودها شويه ميه بشويه ميه صغيرين لحد ما تبدا الفراخ تستوي معانا، ونطلعها برضو في طبقه لوحدها، بحيث ان هي تبقى ما يبقاش فيها صوص كتير، ما تبقاش تبقى ناشفة الى حد ما. تمام. كده ركننا الكوسة على جنب وركننا الفراخ على جنب الحمد لله بعد ما استوت، بس طبعا الفراخ مستوية كويس. جبنا نفس الحلة حطينا فيها السمنة، هنعمل البشاميل. طبعا البشاميل معروف قد المادة الدهنية هيبقى قد الدقيق، يعني لو حطيت 3 معالق دقيق يبقى هتحط 3 معالق سمنة، عشان بتبقى قد بعضها يعني. لحد ما بنشوح الدقيق ونلاقي لونه بقى ذهبي او افتح من الذهب شوية، نبدأ نحط اللبن ونقلب بقى كويس. وما تنسيش هتحطي شوية ملح وفلفل برضو. وهنحط دلوقتي حتة قشطة عشان تعزز الطعم وتخليه حلو كده وجميل. مش بحط جبن ولا اي حاجة خالص، لان الكوسة ببقى عايزة اخد طعم الكوسة، ما بتحط لهاش جبن ولا اي حاجه، هي كفايه او السمنه اللي فيها او الزبده مع حته القشطه. حطينا ملح وفلفل، بس الحقيقه بتبقى حلوه قوي لو حطينا شويه جوز الطيب كمان، رشه كده بسيطه في البشاميل. هنبدأ بقى نجيب البايركس بتاعنا او اي صينية عندك، هتحطي اول طبقة شوية بشاميل كده. ولو لاحظتي البشاميل هتلاقيه ما هوش تقيل يعني. بشاميل الخضار او الكوسة بيبقى خفيف شوية، وعامة انا بحب البشاميل يبقى خفيف شوية عشان الصينية لما تبرد، سواء مكرونة او نجريسكو او كوسة او اي حاجة بالبشاميل، لما تبرد واحب اكل منها او اي حد ياكل منها تبقى جوسي، ما تبقاش ناشفة قوي. حطينا بقى طبقة الكوسة وطبقة، حطينا الأول طبقة بشاميل خفيفة وبعدين طبقة كوسة وبعدين طبقة الفراخ وبنحط طبقة كوسة تانية، وبعدين حطينا كل البشاميل اللي باقي عندنا. وعلى الوش إن شاء الله بقى، عشان ده الحتة دي ما اتصورتش، هنحط حتة وش لبن مع حتة زبدة، هنسيحهم في الميكروويف ونحطهم على وش الصينية عشان تدي وش أحمر وحلو، ما بنحطش بيض ولا حاجة. بعد كده بقى تبلنا بالطريقه المعتاده البانيه بالبيض، وبعدين البقسماط طبعا هو متبل قبلها بملح وفلفل وميه بصل وكده، وبيتحمر على نار نص ونص عشان ياخد اللون الذهبي الجميل ده، وفي نفس الوقت ما وفي نفس الوقت يستوي من جوه ما يتحرقش معاكي من بره. خلصنا البانيه، خلصنا عملنا رز بشعريه باللون الذهبي الجميل قوي قوي، هتشوفوه دلوقتي اثناء الغرفه هيبقى حلو قوي قوي، لونه جميل جدا، لون الشعريه تحفه. وادي صينيه الكوسه بعد ما خلصت وتحمر وشها وتحفه، طعمها جميل جدا، تتاكل لوحدها كده من غير اي حاجه خالص. ايه رايكم بقى؟ والبانيه طبعا بلونه الجميل الذهبي الجميل، مستوي كويس قوي، واخد لون وطعم ومستوي كويس قوي من جوه. وادي كمان الرز بتاعنا غرفناه، الشعريه الذهبي الجميله والريحه واللون حلوه قوي قوي. الف هنا وشفا، وتسلم ايدين اللي عمل.
وادي في الاخر بيتقدم بالطريقة دي السرفيس الجميل ده. واشكركم جدا على متابعتكم، ومع السلامة.